تحياتي للجميع ومساء الخير. إذا نهاية المباراة بالتعادل 2-2 ريال مدريد وفالنسيا. ريال مدريد قدم مباراة كويسة بالمجمل. عمل 10 تسديدات، 5 داخل المرمى، كان عنده 740 تمريرة، دقة تمرير كان عنده 90%، نسبة استحواذ كان 71%، كان عنده بطاقات 3 بطاقات، بطاقة حمراء بآخر المباراة، كان عنده ركنيتين، وكان عنده حالتين تسلل. بالمجمل ريال مدريد أول 30 دقيقة من الشوط الأول كان عندنا اللعيبة بصراحة شوي مستهترين المباراة، كانوا ضامنين الفوز 100%، فكانوا عم يعملوا أخطاء كتير فردية، لأنه فالنسيا مركز العاشر وريال مركز الأول، فكان في عندنا استهتار بهي الفترة بس أول 30 دقيقة. بعدين رجع الفريق، صار يشتغل، صار يقدم لقدام ويعمل هجمات خطيرة. ولكن بالمجمل حكم المباراة بصراحة كان شوي بعيد عن هي المباراة.